بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي للتمريض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنرجع نشرح أساسيات التمريض النظري بعد ما توقفنا شوية حوالي أسبوعين. كنا بنشرح فيها طبعا الدروس بتاع الإنجليزي، فالنهاردة هنكمل بقى الشابتر رقم 3، لأن الشابتر رقم 3 فيه دروس مهمة، ومن ضمنها الدرس بتاع النهاردة اللي هو بعنوان النيرسينج بروسيس. كذا حد كلمني إن احنا نكمل الشابتر ده عشان خاطر فيه امتحانات عندكم إن شاء الله، نحاول نكمله في الأسبوع ده وناخد عليه يعني مراجعة، وإن شاء الله نعمل عليه برضو حل أسئلة. نبدأ على بركة الله شرح الدرس. عايزك بقى تجيب الكتاب وتبدأ بقى تراجع معايا الحاجات اللي هنشرحها وتفهم معايا الدرس ده كويس، لأن زي ما قلنا ده من الدروس المهمة اللي في دروس مبنية عليه، وبرضك في السنين الجاية هتستخدم النيرسينج بروسيس لأن انت تستخدمها في العملي، ومن الحاجات اللي لابد ان انت تفهمها كويس. هنا طبعا كلمة نيرسينج بروسيس العملية التمريضية. كنا شرحنا يعني العملية التمريضية أو النيرسينج بروسيس في الفصل الأول لما اتكلمنا عن الستاندردز اوف نيرسينج اللي هي معايير التمريض. طبعا كلمة نيرسينج معناها التمريض، وبروسيس العملية، يبقى هنا نيرسينج بروسيس العملية التمريضية. عشان كده جايب لنا أول definition، أول تعريف، وهو تعريف البروسيس is a series of steps or acts that lead to accomplishment of some goal or purpose. يعني هنا بيقول لنا ان كلمة العملية او البروسيس عبارة عن سلسلة من الخطوات او الافعال. لما بنقول سلسلة من الخطوات او الافعال يعني كل خطوة بتبقى مبنية على الخطوة اللي قبلها، وفي ارتباط ما بين الخطوات او ما بين الافعال، فبالتالي سلسلة الخطوات أو الأفعال دي بتؤدي لتحقيق هدف أو غرض معين. أول ما بنلاقي كلمة بروسيس في أي مصطلح اللي هي كلمة العملية، بنعرف إن المصطلح ده عبارة عن سلسلة من الخطوات أو الأفعال التي تؤدي لتحقيق هدف أو غرض معين. يعني مثلا لو قلنا كلمة العملية الحسابية، ده مثال من الأمثلة. لو قلنا العملية الحسابية يعني إحنا بنقوم بمجموعة أو سلسلة من الخطوات زي الطرح أو الجمع أو الضرب أو القسمة لتحقيق هدف معين، وهو الوصول لناتج حسابي معين. هنا عندنا بقى النيرسينج بروسيس، تعريف بقى العملية التمريضية طبقا لأمريكان نيرسز أسوشيشن. طبعا أمريكان نيرسز أسوشيشن اللي هي اختصارها ENA، وهي رابطة الممرضين الأمريكيين. بتعرف لنا بقى النيرسينج بروسيس العملية التمريضية على إنها an organized systematic method، يعني عبارة عن طريقة منهجية اللي هي systematic. يعني منهجية يعني إن هي لها ترتيب معين، يعني ما ينفعش خطوة تيجي قبل خطوة، لابد إن كل خطوة بتيجي في مكانها الصحيح، وكل خطوة بتبقى مبنية على الخطوة اللي قبلها. وهنا organized يعني ان هي بيبقى لها تنظيم معين او ترتيب معين زي ما قلنا، او ما ينفعش ان احنا نقوم بهذه العملية التمريضية بشكل عشوائي، لابد ان هي تكون منظمة وسيستماتيك يعني منهجية يعني مرتبة بشكل معين. of problem solving steps، يبقى هنا بقى الخطوات اللي هنستخدمها في العملية التمريضية خطوات حل المشكلات اللي هي problem solving steps used to identify and to manage the health problem of patient. هنستخدم بقى العملية التمريضية عشان نحدد المشكلات اللي عند المريض، وبعد ما بنحدد المشكلات اللي عند المريض بنبدأ بقى نعمل مانجمنت، يعني نقدر نقدم الرعاية الصحية لهذه المشكلات، ونقدر نقضي على هذه المشكلات اللي عند المريض. يبقى هنا عندنا تعريف العملية التمريضية إن هي عبارة عن organized systematic method of problem solving steps used to identify and to manage the health problem of patient، يعني طريقة منهجية منظمة لخطوات حل المشكلات تستخدم لتحديد وإدارة المشكلات الصحية للمرضى. هنا جايب لنا في الشكل ده
ده بقى النيرسينج بروسيس كومبوننت اللي هي مكونات العملية التمريضية. طبعا احنا خدناها في الفصل الأول، كان عبارة عن 6 مكونات، ولكن هنا عبارة عن 5 مكونات فقط. هنا مفيش الأوتكم ايدنتيفيكيشن. طبعا أول خطوة اللي هي الأسيسنج، أو ممكن نقول الأسيسمنت، يعني انت هتكتبها في الامتحان الأسيسمنت بدل ما تكتبها بالING هتكتبها أسيسمنت. طبعا خطوة الأسيسمنت اللي هي التقييم، أول خطوة فيها بنقول collect الداتا، يعني بنجمع المعلومات أو البيانات بتاع المريض، يعني نشوف المريض العلامات والأعراض اللي موجودة عنده، وبرضه بنشوف التاريخ المرضي، يعني هل هو مثلا مريض سكر، مريض ضغط. فبعد ما بنجمع الداتا البيانات، تاني خطوة بنعمل organize للداتا. يعني ايه organize للداتا؟ يعني نبدأ ننظم المعلومات أو البيانات اللي احنا خدناها من المريض أو من عائلة المريض. يعني هنعرف هل البيانات دي عبارة عن علامات أو أعراض موجودة بالفعل عنده، أو إن في حاجات حصلت من فترة واختفت. يعني بنشوف إيه، يعني بننظم بقى البيانات ونبدأ نحط كل بيانات في مكانها الصحيح. ثالث خطوة وهي الفاليديت الداتا، يعني نبدأ نتأكد من صحة هذه البيانات، سواء إن أنا بسأل عائلة المريض عشان أتأكد إن البيانات اللي خدتها من المريض صحيحة، عشان خاطر إن أنا لما أبدأ أتعامل على هذه بناء على هذه البيانات يبقى أكون متأكد إن البيانات دي صحيحة ومفيهاش أي مشكلة أو خطأ. رابع حاجة وهي الدوكيومنت الداتا. دوكيومنت الداتا يعني أسجل البيانات اللي أنا خدتها من المريض أو خدتها من عائلة المريض، لابد إن أنا أسجلها بحيث إن هي تكون مرجع ليا أو تكون مرجع يعني زمايلي من التمريض لما يبدأوا يشتغلوا مع المريض بعد ما أخلص أنا مع المريض، يكون في مرجع أقدر أوصل ليه أنا وزمايلي. بعد كده نخش في الخطوة اللي بعدها وهي الدايجنوزنج أو الدايجنوزز. طبعا الدايجنوزز اللي هو التشخيص. هنا في مرحلة التشخيص بنعمل أنالايز للداتا، يعني بنبدأ نحلل البيانات اللي أنا خدتها في المرحلة اللي هي بتاع الأسيسمنت. أعمل أنالايز للداتا أحللها. يعني إيه بقى أحلل البيانات دي؟ يعني أشوف البيانات دي هل هي مشكلات موجودة عند المريض بالفعل، ولا يعني مشكلات ممكن تحصل للمريض، يعني تكون محتمل إن هي تحصل للمريض، وأبدأ إن أنا يعني أشوف البيانات دي هل هي صحيحة ولا في مشكلة فيها. تاني خطوة زي ما قلنا كده identify health problem، إن أنا أحدد المشكلات عند المريض. والريسكس، يعني إيه بقى الريسكس؟ اللي هي المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المريض. يعني في حاجات موجودة بالفعل عند المريض اللي احنا بنقول عليها الأكشوال بروبلم، يعني اللي هي المشاكل اللي موجودة بالفعل. وهنا الريسكس اللي هي المشكلات اللي ممكن تحصل للمريض نتيجة لوجود مشكلات موجودة بالفعل. يعني على سبيل المثال ممكن يكون المريض عنده ارتفاع في درجة الحرارة، دي مشكلة موجودة بالفعل. طب المشكلات اللي ممكن يتعرض ليها أو اللي هو يكون على خطر التعرض ليها، زي مشكلة نقص السوائل في الجسم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، زي مثلا بعد كده ممكن يحصل إمساك نتيجة نقص السوائل اللي موجودة في الجسم. فدي بنقول الريسكس اللي هي المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المريض. and strengths وهي نقاط القوة. يعني هنا كل مريض بيبقى ليه نقاط قوة مختلفة عن المريض التاني. في بعض المرضى بيبقى عندهم مثلا استجابة للعلاج بشكل أسرع، في بعض المرضى مثلا بيبقى عندهم المناعة كويسة أو أفضل. فكل مريض بيبقى ليه نقاط قوة بنقدر إن احنا من خلالها يعني نطبق العلاج بشكل صحيح. بعد كده رقم 3 وهي الفورموليت diagnostic statement. يعني أبدأ إن أنا بقى أكون جمل تشخيصية. يعني إيه أكون جمل تشخيصية؟ يعني أبدأ إن أنا أكتب التشخيص اللي هو خاص بالتمريض، زي ما نعرف إيه هي التشخيصات اللي خاصة بالتمريض. فأبدأ إن أنا أكونها وأكتبها في جمل وأسجلها عندي في الورق اللي معايا. ثالث بقى مرحلة أو ثالث مكون من مكونات العملية التمريضية وهو البلاننج التخطيط. عندنا أول خطوة في البلاننج وهي prioritize problem and diagnosis.
يعني أبدأ إن أنا أحط أولويات للمشاكل اللي موجودة عند المريض أو التشخيصات اللي أنا قدرت أكونها في المرحلة اللي قبلها اللي هي الدايجنوزيس. أنا دلوقتي ممكن يكون في 5-6 مشاكل عند المريض، هبدأ بقى أشوف أنهي مشكلة أخطر وأبدأ إن أنا أتعامل معها في الأول. فده هو البريورايتز، إن أنا أحط أولويات للمشاكل بتاع المريض. تاني حاجة بقى في البلاننج وهي الفورموليت جولز اند ديزايرد اوتكم. يعني بناء على هذه المشكلات اللي موجودة عند المريض هبدأ أحط أهداف لهذه المشكلات، إن أنا إزاي بقى إن أنا أتخلص من هذه المشكلات. يعني عندي مثلا المريض عنده ارتفاع في درجة الحرارة، يبقى هنا عندي الجولز أو الأهداف أو الديزايرد اوتكم اللي هي النتائج اللي أنا عايزها، إن أنا أنزل درجة الحرارة اللي موجودة عند المريض. يبقى ده هنا الجولز الأهداف، والديزايرد اوتكم النتائج اللي أنا عايز أوصل لها مع المريض. تالت حاجة select nursing intervention، يعني أبدأ أختار بقى الإجراءات التمريضية اللي أقدر أقدمها للمريض. المريض ده مثلا زي ما قلنا كده عنده ارتفاع في درجة الحرارة، إيه هي الإجراءات بقى التمريضية اللي أنا أستخدمها مع المريض طبقا بقى الداتا اللي هي البيانات اللي خدتها من المريض، أو مثلا إن أنا أقيسله الحرارة، أو طبقا زي ما قلنا كده الاسترينسز اللي هي نقاط القوة اللي موجودة عند المريض. فبناء على الحاجات السابقة ببدأ إن أنا أختار الإجراءات التمريضية الصحيحة اللي هتعامل بيها مع المريض. رابع حاجة Right Nursing Intervention، هبدأ بقى إن أنا أسجل وأكتب الإجراءات اللي أنا هستخدمها مع المريض. المرحلة اللي بعدها مرحلة Implementing وهي التنفيذ. قبل ما بعمل تنفيذ للإجراءات التمريضية اللي أنا اخترتها في مرحلة البلاننج بعمل Reassess the Client. يعني إيه Reassess the Client؟ يعني أعيد تقييم المريض مرة أخرى. يعني هنا المريض عنده ارتفاع في درجة الحرارة، فأبدأ إن أنا أقيس له درجة الحرارة قبل ما أبدأ أي إجراءات تمريضية معاه، أو إن أنا أشوف مثلا العلامات الحيوية كلها، الضغط، التنفس، النبض، أشوف بقى أعمل إعادة تقييم للمريض مرة أخرى. تاني حاجة determine the nurse's need for assistance، يعني هشوف هل أنا محتاج للأسيستنس للمساعدة ولا لأ. أنا هشوف أنا لما أجي أتعامل مع المريض وأقدم له خدمة تمريضية أو أقدم له رعاية، فهل هحتاج لمساعدة من حد ولا هقدر أقوم الرعاية بنفسي بدون إن أنا أحتاج لحد. ثالث حاجة implement the nursing intervention، هنفذ بقى الإجراءات التمريضية اللي أنا اخترتها. يعني لو المريض عنده ارتفاع في درجة الحرارة هعمل له كمادات ساقعة مثلا، هبدأ إن أنا أخليه يشرب سوائل كتيرة، هبدأ إن أنا مثلا لو الدكتور كتب له على علاج مخفض للحرارة هديهوله. هنفذ الإجراءات التمريضية اللي أنا اخترتها في مرحلة البلاننج. رابع حاجة Supervised Delegated Care، يعني لو أنا دلوقتي كلفت حد من زمايلي إن هو يدي رعاية تمريضية للمريض سواء اللي معايا أو أي مريض آخر، هبدأ إن أنا بقى أشرف على الرعاية اللي أنا كلفت بيها زميلي. فده معنى Supervised Delegated Care. كلمة Delegated اللي هي تفويض، Delegation اللي هي تفويض، فهنا Delegated Care يعني الرعاية اللي أنا فوضتها لأحد زمايلي أو إن أنا خليت أحد زمايلي يقوم بها مكاني. Document Nursing Activities، إن أنا أسجل بقى الأنشطة التمريضية اللي أنا قمت بيها، أو لو حد من زمايلي قام بيها أبدأ أسجلها بحيث إن أنا أثبت إن أنا قمت بهذه الإجراءات التمريضية وتعاملت مع المريض وقدمت له خدمة أو رعاية تمريضية. آخر مرحلة عندنا الإيفالويتنج أو الإيفالويشن. هنا طبعا إيفالويتنج معناها التقييم. هنا في عندنا 5 خطوات في مرحلة التقييم. أول حاجة هنعمل collect data related to outcome، يعني هنا نجمع البيانات اللي هي مرتبطة بالoutcome. هنا في مرحلة البلاننج قلنا هنكون goals with desired outcome، يعني هنشوف ايه النتائج اللي انا عايز اوصل لها والاهداف اللي انا عايز احققها من خلال الاجراءات التمريضية اللي انا هقوم بيها. فهنا عندنا بعد ما بنخلص تنفيذ الاجراءات التمريضية الانشطة التمريضية مع المريض،
هبدأ أشوف بقى الداتا، أشوف البيانات اللي خاصة بالأوتكم، هل قدرت إن أنا أحقق النتائج ولا لأ. يعني المريض انخفضت درجة حرارته ولا لسه مرتفعة. هنا تاني خطوة compare data with outcome، يعني هبدأ بقى أقارن زي ما قلنا كده البيانات اللي أنا هجمعها في المرحلة دي، مرحلة الإيفالويشن، مع الأوتكم، مع النتائج. يعني أشوف هل بقى درجة الحرارة انخفضت ولا لسه ما انخفضتش، عشان أخاطر إن أنا أشوف لو هعمل إجراءات تمريضية أخرى ولا لأ. تالت حاجة في الإيفالويتنج relate nursing action to client goals and outcomes. يعني هربط بقى النيرسينج اكشن اللي هي الإجراءات التمريضية اللي أنا هقوم بيها بالكلاينت جولز اند اوتكمز، يعني بالأهداف بتاع المريض والنتائج اللي هو عاوز يوصلها. يعني دلوقتي لو المريض عنده مثلا مغص، فلا بد ان انا يكون الاجراءات التمريضيه اللي انا هشتغل عليها ان انا اخفف المغص اللي موجود عند المريض. لو هنا المريض مثلا عنده مشكله مثلا ارتفاع درجه الحراره، فلا بد يكون الاجراءات التمريضيه اللي انا هقوم بيها خاصه ب يعني ان انا اخفض درجه الحراره وليس اي مشكله اخرى. رابع حاجه draw conclusion about problem status، هبدأ ان انا يعني اعمل استنتاجات حول البروبلم ستيتس اللي هي المشكلة اللي موجودة عند المريض. يعني هقدر استنتج بقى هل المشكلة اللي موجودة عند المريض دي تحسنت، وانهي اجراءات تمريضية قدرت ان هي تخلي يعني المشكلة دي تتحسن وتخلي المريض كويس. اخر حاجة عندنا بقى في evaluating continue modify or terminate the client care plan، يعني لا اما استمر بقى في يعني خطة الرعاية، او ان انا اعدل الخطة بتاعتي، او ان انا يعني انهي اللي هي terminate، يعني انهي ويعني خلاص بقى اوقف الخطة بتاع الرعاية بتاعتي. ده يعني حسب ما هشوف المشكلة اللي حصل فيها، هل هي المشكلة تحسنت فابدأ ان انا اكمل الخطة، ولا يعني المشكلة لسه موجودة زي ما هي هبدأ ان انا اعدل الخطة، او المشكلة اختفت خالص فبالتالي بقى هوقف خطة الرعاية اللي خاصة بالمشكلة دي. كان عندنا الكومبوننت اللي هي مكونات العملية التمريضية. الكلام اللي موجود هنا ده هنشرحه دلوقتي، اللي هي تعريف طبعا النيرسينج بروسيس زي ما احنا موجودة فوق، والاهداف بتاع النيرسينج بروسيس يعني جاية معانا. هنا عندنا البيربوس اوف نيرسينج بروسيس، الغرض من العملية التمريضية. اول حاجة من اهداف العملية التمريضية to identify a client health status and actual or potential health care problem or needs. يبقى هنا الغرض من العملية التمريضية ان انا identify client health status، يعني اتعرف على الحالة الصحية للمريض. يعني هنا المريض ايه الحالة الصحية بتاعته، هل هو يعني حالته كويسة ولا عنده مشاكل. وهنا بقى هعرف الاكشوال والبوتنشال هيلث كير بروبلم اور نيدز. زي ما قلنا الاكشوال يعني المشكلات اللي موجودة بالفعل عند المريض، وهنا البوتنشال يعني المشكلات اللي محتمل ان هي تحصل للمريض. يعني هنا زي ما قلنا مثال، لو ارتفاع درجة الحرارة عند المريض فدي بنقول ان هي مشكلة موجودة بالفعل. ممكن بقى ارتفاع درجة الحرارة يؤدي لمشكلة محتملة وهي نقص السوائل في الجسم. تاني حاجة من أغراض العملية التمريضية to establish plan to meet the identified needs، يعني أنا بقى هحط خطط عشان خاطر إن أنا أعمل meeting، يعني أعمل تلبية للidentified needs اللي هي الاحتياجات المحددة اللي موجودة عند المريض. يعني المريض ده محتاج إن هو يعالج المغص، فأنا بحط خطط إن أنا يعني أعالج المغص اللي عند المريض. ثالث حاجة to deliver specific nursing intervention to meet those needs، يعني أبدأ بقى إن أنا أنفذ أو أقدم اللي هي nursing intervention اللي هي التدخلات التمريضية أو يعني الإجراءات التمريضية عشان خاطر بقى إن أنا ألبي الاحتياجات بتاع المريض وإن أنا يعني أحل المشكلات بتاع المريض. بعد كده بقى ال characteristic of nursing process
خصائص عملية التمريض. هنا عملية التمريض بيبقى ليها خصائص أو صفات معينة. من أول حاجة في الخصائص دي إن هي continuous and dynamic nature. هنا يعني عملية التمريض النيرسينج بروسيس بيبقى ليها طبيعة الاستمرار والديناميك والديناميكية. يعني ايه بقى الكونتينيوس؟ كونتينيوس ان هي مستمرة، يعني بتحصل باستمرار، يعني انا بستخدمها مع كل المرضى وبستخدمها كل يوم مع المرضى وباستمرار. هنا ديناميك يعني عملية ديناميكية، يعني ممكن ان انا بعد ما اخلص العملية التمريضية لو انا لقيت المشكلة ما اتحلتش ولسه موجودة، ببدأ ان انا اعيد العملية التمريضية مرة اخرى، مع طبعا ان انا اعدل خطة التمريض، او ان انا يعني ابدأ ان انا اعمل خطة تمريضية جديدة خالص. فدي هنا الديناميكية، يعني ان انا بستخدمها وابدأ ان انا اعيد العملية التمريضية. تاني حاجة patient centered، يعني ان هي بتتركز او تتمحور حول المريض. يبقى هنا العملية التمريضية كل هدفها ان انا احل المشكلات بتاع المريض، فهنا كل تركيزها بيبقى على المريض فقط. ثالث حاجة focus on problem solving and decision making، يعني كل تركيزي على حل المشكلات واتخاذ القرار. يبقى هنا عندنا العملية التمريضية بتركز على البروبلم سولفنج، يعني على حل المشكلات اللي موجودة عند المريض، والديسيجن ميكنج ايه هي القرارات اللي انا المفروض اخدها عشان احل المشكلات. ديسيجن ميكنج اللي هي اتخاذ القرار. يبقى هنا من خصائص العملية التمريضية ان هي بتركز على حل المشكلات البروبلم سولفنج and decision making واتخاذ القرار. رابع حاجة من خصائص العملية التمريضية وهي interpersonal and collaborative style، يعني بستخدم الانتربيرسونال زي ما عرفنا قبل كده ان انا بعمل تواصل مع المريض بيسمى الانتربيرسونال. فاكرين بقى التواصل اللي هو الكوميونيكيشن، بيبقى من انواعه الانتربيرسونال اللي هو التواصل او التعامل مع المريض. هنا انتربيرسونال يعني بيبقى انا بتعامل مع المريض شخص لشخص او يعني فرد لفرد، فده الانتربيرسونال. والكولابوريتيف ستايل اللي هو التعاون، سواء ان انا بتعاون مع المريض يعني بديله رعاية وهو بيديلي بيانات ببدأ استفيد منها في تنفيذ الاجراءات التمريضية عشان خاطر يعني احل المشكلات بتاع المريض، او ان انا بتعاون مع يعني افراد الفريق الطبي لتقديم الرعاية الطبية السليمة للمريض. رابع حاجة بقى في خصائص عملية التمريض وهي universal applicability. هنا universal applicability ان هنا العملية التمريضية قابلة للتطبيق على مستوى العالم. يبقى هنا عملية تمريضية بقدر ان انا انفذها في اي مكان انا بروحه على مستوى العالم. يعني لو بنفذها في مصر برضو هنفذها في امريكا، هنفذها في جميع دول العالم. لأن العملية التمريضية هي عملية عالمية، يعني تنفذ بنفس يعني الكيفية في جميع أنحاء العالم. آخر حاجة في خصائص العملية التمريضية وإن أنا بستخدم الكريتيكال ثينكينج اللي هي قلنا مهارات التفكير النقدي، وبستخدم حاجة اسمها الكلينيكال ريزونينج. كلينيكال ريزونينج وهي التفكير السريري أو الاستدلال السريري. طبعا احنا الكريتيكال ثينكينج احنا عارفينه وشرحناه المرة اللي فاتت، اللي هو التفكير النقدي والمهارات بتاع التفكير النقدي. والكلينيكال ريزونينج ده تعريفه هنا بيقول لنا الكلينيكال ريزونينج is the process by which therapists interact with patient, collecting information, generating and testing hypotheses, and determining optimal diagnosis and treatment based on the information obtained. يعني هنا عملية الاستدلال السريري أو التفكير السريري دي عملية بيتفاعل من خلالها المعالج مع المريض، يعني بيبقى فيه تفاعل سواء من الطبيب أو الممرض مع المريض عشان يجمع المعلومات. وهنا بقى لو في يعني فرضيات، يعني ايه فرضيات؟ يعني انت تفترض في مشكلة عند المريض، فهنا بتفترض المشكلة وتبدأ بقى تختبر هل المشكلة دي موجودة عند المريض بناء على المعلومات اللي انت بتجمعها.
وبعد كده هتحدد التشخيص والعلاج الأمثل بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها. ممكن نعرف بقى الكلينيكال reasoning an inferential process used by practitioners to collect and evaluate data and to make judgment about the diagnosis and management of patient problem. يبقى احنا ممكن نعرف بقى الكلينيكال ريزونينج على ان هي عملية استنتاجية بيستخدمها الممارسون لجمع وتقديم البيانات وإصدار الأحكام حول تشخيص وإدارة مشاكل المرضى. يعني باختصار مفهوم الكلينيكال ريزونينج ده اللي هو التفكير أو الاستدلال السريري، معناه ان انا بجمع معلومات عن المريض وبعد كده ببدأ أشوف التشخيص الصح بناء على هذه المعلومات عشان أقدر أقدم العلاج ويعني الإجراءات التمريضية الصحيحة لهذا المريض. ممكن أقول بقى كلمة كلينيكال، ممكن أقول إن هي العملي، يعني أقول التفكير العملي، يعني الحاجات العملية أو الإجراءات العملية اللي أنا بقدمها للمريض بناء على المعلومات اللي أنا جمعتها. إن شاء الله يعني هنتوقف النهاردة ونعتبر ده جزء أول في النيرسينج بروسيس، وبعد كده إن شاء الله هناخد المرة الجاية المكونات بتاع العملية التمريضية أو الكومبوننت اوف نيرسينج بروسيس، هناخدها في الجزء الثاني عشان يعني تقدروا تستوعبوا الدرس كويس ما يبقاش طويل عليكم. وإن شاء الله نشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.